السلام عليكم ورحمة الله. بعد طول توقف، الخدمة العسكرية أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري يعود من جديد بالمغرب. كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي يوم أمس الاثنين بأن القوات المسلحة الملكية تستعد لاستئناف الخدمة العسكرية أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري في أحسن الظروف، قبل أن يؤكد أن الفوج 37 سيضم 20,000 مجند خلال العام المقبل. وحسب التقرير فإن الفوج 37 سيضم 20,000 مجند سيوزعون على 4 مراكز جديدة للتكوين بكل من بن سليمان، سيدي يحيى الغرب، بن قرير وطنطان، وهي المراكز التي تنضاف وفق الودي إلى 4 مراكز أخرى سخرت لاستقبال الفوج السابق، فضلا عن عدة وحدات بالمنطقة الجنوبية سيتم إعدادها وتجهيزها وفق استغلالها خلال مرحلة التخصص. دمتم سالمين والسلام عليكم.